والمرضى يعالجا حسنا وأخو الدنيا إخوتهما أنتيموس ولونديوس وأبرابيوس محب الله القدوس حسنا وأخو الدنيا أمهم القديسة تأذوت النفيسة على إيمانهم حريصة حسنا وأخو الدنيا لما ترملت عليهم قد صبرت حتى كبروا وحصدا حسنا وأخو الدنيا إخوتهما قد مضوا بالبرية يترقبوا وللرب يعبدوا حسنا وأخو الدنيا دقلديانوس الكافر سمع الصيت الفاخر عن محب القادر حسنا وأخو الدنيا أنهما يبشرا في كل زمان ومكان بالإله الديان حسنا وأخو الدنيا وأيضا يعلما كل فرد وإنسان بعدم عبادة الأوثان حسنا وأخو الدنيا فأمر بإحضارهم وللوالي سلمهم وهو قد عذبهم حسنا وأخو الدنيا ثم استعلم منهم عن مكان إخوتهم عرفا فاستحضرهم حسنا وأخو الدنيا أمرهم أن يبرروا للأوثان ويسجدوا بأمره لم يعملوا حسنا وأخو الدنيا فأمر أن يعصروا الإخوة الخمسة عنده فأعدهم إلههم حسنا وأخو الدنيا من المعصرة أخرجهم فئة للقرقرة 3 ليالي بأيامهم حسنا وأخو الدنيا ثم عاد فطرحهم بمستوقد ليحرقهم والنار لم تلبسهم حسنا وأخو الدنيا على أسرة وضعهم من الحديد صنعهم بالنار سخنهم حسنا وأخو الدنيا كان الرب يقويهم يسندهم ويشفيهم وملاك يعزيهم حسنا وأخو الدنيا فلما تعب الوالي من عذابهم المتوالي أرسلهم للملك البالي حسنا وأخو الدنيا فظل يعذبهم بآلات ويتعبهم حتى تعب منهم حسنا وأخو الدنيا كانت أمهم تتألم لعتبهم فأبت على تشجيعهم حسنا وأخو الدنيا الملك انتهرها على تشجيعها لأولادها وأردوا هدمتها حسنا وأخو الدنيا فلعنته في وجهه مع كل آلهة فأصدر عليها أمر حسنا وأخو الدنيا بقطع رأسها فنالت إكليلها وصعدت لحبيبها حسنا وأخو الدنيا بقي جسدها مطروحا في مكانها لم يقدر أحد أن يدفنها حسنا وأخو الدنيا وصار ابنها القديس حزنا يصرخ ويصيح ألا يوجد قلب حسيس حسنا وأخو الدنيا يوجد فيه رحمة يدفن هذه المرأة
تقدم وجسدها قد أكرم فأمر بنفيه الأظلم حسنا وأخوه دميا ثم قطعوا رؤوسهم فنالوا إكليلهم من عند خالقهم حسنا وأخوه دميا صلواتهم تكن معنا بركتهم ترفعنا للرب فيقبلنا حسنا وأخوه دميا تفسير اسمك في أفواه كل